ولكن تعدي الى خارج الملعب. ختابي يهاجمون مع الدقائق الاولى بحثا عن هدف اول، بحثا عن ضربه اولى، بحثا عن فوز يخرج من هذه الازمه، يخرج من دائره الخطر في هذه المهمه الصعبه. يبدا لمسه طويله من جانبيه سيبايوس، راح كذا محاوله تعود بعد ذلك تستعاد طريق بورتو في الجهات اليوم التسديده، وهذه عافيه خطيره لين يحاطها، ولكن على طول كارفخال يتصدى، كارفخال يتدخل ومن اليمين يمر، لكن ايضا ايام بعد ذلك في بطوله الحلول وصلت الى ماركو، وجه واحده كره عرضيه لمنطقه الجزائر، وصلت باتجاه سيليستي، هناك فرصه كبيره بالنسبه لختابي الينيا، ولكن كره كارلوس الى خارج الملعب للمره الثانيه يصوب، ولكن هذه المره ايضا جاءت بعيده والى خارج ارضيه الملعب، الى ضربه مرمى تحولت هنا لمصلحه الريال. شو الكره الارخاء مايورال صاحب الاهداف الثمانيه، شواميني من اتجاه فالفيردي قويه ولكنها تصطدم، مطالبه بركله جزاء، حكم المباراه مونيرا يقول لا شيء. الكره تعود مره اخرى هنا في نصف الصلاه الى فاسكيز، عرضيه اخرى خطيره لختابي قويه، والكره العرضيه لمنطقه الجزاء، الكره في الجهه اليمنى عرضيه، ولكن ينطلق يتوغل فالفيردي يضرب، ولكن دافيد سوريا تألق فالفيردي، توغل انسل بين دفاعات ختابي، ولكن ختابي لمسه وكره ملعوبه طمسه طويله، كره عاليه للامام خلف المدافعين، لمسه باتجاه بورتو، ولكن ايضا حاله تسلل موجوده على بورتو في اللقطه الاخيره لفريق على حساب الاخر ريال في هذا الموسم. كره جميله داخل المنطقه، ولكن بعد ذلك اسينسيو عرضيه لمنطقه دكة بدلاء غنية طويلة عالية للأمام، لكن هذا هو الفرنسي في الموسم الأول في انتظار أن تتغير اليوم الجبل. أنشط لريال، هذه محاولة الكرة الأخيرة تدخل على باتجاه بورتو، ولكن فالفيردي خطيرة هذه المحاولة داخل للأمام باتجاه فالفيردي، حتى الآن في الموسم يحاول هنا في مناطق ختابي لم مرت، لكن فاسكيز على طول يتدخل، يصل في الوقت المناسب ويحصل على الخطر. ريال مدريد بدون اي فهم، كره ملعوبه طويله لكنها على ماركو، داني حاطها، ولكنها وين بعيده جدا الى خارج الملعب، ضربه مرمى تو العرضيه، ولكن احتاجت الكثير من الوقت. ترسل عرضيه لمنطقه الجزائر، المرور يعدي بشكل ممتاز، ثم بعد ذلك يكسب خطا، ضربه حره، كره فيها ضربه حره لمصلحه عن طريق داني، عرضيه لمنطقه بعوده الحقيقي داني سيبايوس، لمسه وكره الليغا الاسبانيه فيها يهدد الان ختابي، لمسه يلعب كره للامام باتجاه مونتانيا، وهذا هنا محاوله كره الى هازارد، لكنها تصل بعد ذلك. نعم كان داني سيبايوس في اللقطه الماضيه كامافينجا يبحث عن المرور، امامنا ميليتاو بعد ذلك في اليمين، لكن الشكر ينطلق يتوغل يعني من هذا المكان، شواميني قويه لكنها بعيده جدا والى خارج الملعب. حل من الحلول اكيد تسديد من خارج منطقه الجزاء، شواميني سدد لكن كرته يبحث عن التوغل الان العرضيه، الفاريز ينطلق، الفاريز حاطها، ولكن ميليتاو تغطيه ممتازه جاءت من جانبه على طول يدير ميليتاو، هنا الدخول، هنا التوغل، كامافينجا هل يصل محاول فيها يبحث عن العرضيه، كره عرضيه لمنطقه الجزاء، راسيه خطيره جدا كانت من بورخا مايورال، يريد ان يسجل في مرمى تغطيه على طول موجوده من جانبه. هذا الشوط الثاني، كره للعب تغطيه عكسيه موجوده على طول من توني كروس، دافي ياتي نزل استلمها فالفيردي والعرضيه ثم يمرر اسينسيو ومحاوله وشواميني حاطها، ولكن الدفاع على طول يتدخل، تغطيه ممتازه، تسديده جاءت من شواميني لكن ايضا التغطيه موجوده، والكره تعدي تركها الى هازارد، شوط ثاني رائع يا هازارد، شوط ثاني مثالي لايدن هازارد، بدا يدخل الاجواء، او ماركو اسينسيو، كره طويله عاليه للامام عن الكره العرضيه، لكن لم يقتحم المنطقه مودريتش، لينيا هنا المحاوله تسديده قويه، تيبو كورتوا يتصدى ويمنع ختابي من اخذ الاسبقيه، كانت رايحه، كانت قويه، كانت في طريقها الى المرمى، لولا تعود مره اخرى باتجاه فينيسيو داخل منطقه الجزاء، ثم بعد ذلك ماركو حاطها، الحل ياتي، اسينسيو بصاروخ يسقط في شباك دافيد، يسقط في شباك ختابي، ويعلن عن اسبق